عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الفينو او العيش الكايزر للمدارس، وهنعمله في البيت بحاجات بسيطه ومتوفره في كل بيت. ومش هنعمله بلبن، هنعمله بالميه، بدقيق وميه بس. هتعملي احلى خبز من العيش الفينو زي ما انت شايفه ما شاء الله. قد ايه قلبه ابيض معايا زي القطن، شايفين ما شاء الله قلبه مش معجن معايا ولا مكتوم. شايفين ما شاء الله احلى من بره بكتير. ومش هتبطلي اللي انت تعمليه، وهتعملي الكمية وهتحفظيها عندك طول الاسبوع لو انت عايزة تضاعفي الكمية اللي انا عاملاها. ما شاء الله طعمه مسكر وفي منتهى الجمال. عندنا المقادير بتاعتنا 4 كوب من الدقيق، يفضل دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق 5 نجوم او دقيق مخبوزات. وعندنا كوب وربع من الماء الدافئ، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة ونص كبيرة من السكر، وعندنا 4 معالق زيت كبيرة، وعندنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر هنضيفها على الدقيق. وطبعا الدقيق بتاعنا عليه رشة من الملح. هننزل بالماء والخميرة والسكر وهنقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هنلم العجين بتاعنا بالدقيق والبيكنج باودر. وبعد كده هنبدأ اللي احنا ننزل بالزيت بتاعنا، وهنفضل اللي احنا نلم العجينة بتاعتنا ونعجنها لمدة 10 دقايق، مش اقل من 8 او 10 دقايق كده. بعد ما عجنتها شايفين ما شاء الله العجينة بتاعتي قد ايه معجونة كويس ومخدومة كويس زي ما انتوا شايفين. هبدأ اديها مسحة زيت كده واحطها في بولة واغطيها واسيبها على جنب لحد ما تخمر لمدة ساعة. بعد ساعة، بعد ما غطيتها في فوطة مطبخ كده، شايفين حجمها تضاعف معايا. هنديها بوكس كده علشان نفضي اي هوا منها، وبعد كده هنشيلها ونحطها على مفرش خبز كده او على الرخامة بتاعتنا. وهنبدأ نقطعها كده بالطول وبالعرض علشان نعملها فينو كده. انا عملت 7 سندوتشات فينو مدورين. هنبدأ نكورها كده ونحطها في قلب الصينية وهنضغط عليها ضغطة بصوابعنا بس كده. ده الفينو المدور. انما الفينو الطويل هنكور برضو العجينة كده، وهنبدأ نخلي الكور بتاعتنا كلها مقاس واحد، واهم حاجة القفلة كويس من تحت. وهنبدأ ناخد اول كورة كده وهنعملها بنشابة او مردانة كده او بايدينا، وهنبدأ اللي احنا نسحبها رول كده ونقفل كويس من الجناب ومن تحت. وبايدينا كده هنعملها رول ضغطتين 3 كده بس. هنبدأ اللي احنا نحطها في صينية. وطبعا الفينو ده انا عاملاه مقاسه كبير، ممكن تصغري الحجم بتاعه زي ما انت شايفة. دي تاني واحدة معاكم، سهل وبسيط خالص. وطبعا بنبعد كل واحدة عن التانية علشان ما يلزقش في بعضه. ببدأ اخد الكورة اللي عليها الدور، وطبعا انا بغطي الكور بتاعتي عشان الوش بتاعها ما يشققش. دي الصينية اللي انا عملتها الفينو المدور. حبيت اللي انا احط على الوش كده سمسم، ممكن ما تحطوش. وكده بعد ما غطيتها ساعة تانية وسبته يتخمر وكده شكله بعد ساعة، هبدأ اللي انا ارشه بمية بسكر كده او بفرشة رشة خفيفة، وهدخله الفرن على حرارة 180. بياخد من 10 دقايق لربع ساعة في الرف اللي في الاوسط. اول ما بياخد لون ذهبي من تحت بنشغل عليه الشواية على الهادي على نفس الرف. واول ما بيخرج من الفرن كده بنديله رشة مية من غير سكر كده، وهنبدأ نغطي عليه بالفوطة لحد ما يبرد نهائي زي ما انتوا شايفين. وكده شكله بعد ما برد. شايفين ما شاء الله شكل الفينو احلى من اللي بنشتريه. شايفين لونه، شايفين ما شاء الله بضغط عليه بيرجع تاني. ده دليل على نجاح العجينة بتاعتي. شايفين شكل الفينو ما شاء الله مش مشقق معايا. شايفين الوش مش بيشقق، وبضغط عليه بيرجع تاني زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. ده